منها بخصوص العركه اللي دايره ديت، وناس كبار بقى في الفلوس بقى والملايين وراحه وجايه وترندات وعمك صبحي كابر والامام بتاع العربيات. انت مالك؟ انت مالك؟ انت كحيان مدريان يعني. انت اخرك بتروح تقعد في المطعم تتجعس وتطلب لك الربع كفته وتتنك بالسلطات وبتاع وجبرت وزي الفل ونتكل على الله. دي ناس يابا بتتكلم في 350 مليون ومش عارف مزرعه بكام مليون وايه كده فالعركه كبيره، هي مش كبيره مقاما ليهم دول ناس يعني. صبحي كابر ده بادئ حياته كان مع شويه صيع ما علينا يعني، بس هي دايره بفلوس كبيره قوي ولعب كبير قوي، احنا مالنا بالكلام دوت. بس انا مش غايظني ومضايقني وتعبني يا اخي غير موضوع الصفر ده. الناس اللي بدأ من الصفر، يعني خبر صبحي كابر وموضوعه هبدأ من الصفر، وقبليها باسبوعين ولا حاجه خبر الاستاذه الديزاينر العالميه مصممه الازياء الكبيره المبجله اللي بدات من الصفر برضه، هاديه غالب. هاديه غالب في لقاء بتقول ان انا كان اصعب حاجه واجهتني موضوع الصفر، ان هي بادئه من الصفر، واصعب حاجه واجهتها ان هي بدات بمليون دولار مساعده من والدها، يعني الصفر بتاعها مليون دولار. يعدي الكام يوم وهوبا والهمبكه والترند بتاع صبحي كابر يطلع ومش عارف ايه والحواري والقهاوي اللي دخلونا فيها. وبرضه مش غيظني في الحوار غير كلمه هبدا من الصفر، يعني صبحي كابر هيرجع يبدا من الصفر، هيبدا من الصفر وهو لايش 350 مليون ثمن المحل بالاسم تقريبا كبراند، ومزرعه مش عارف بكام مليون وفيها حوالي 5000 راس عجل ومزرعه مش عارف علف وغير الفرع بتاع السعوديه. يعني الصفر بالنسبه لكم ايه؟ يعني انتوا الصفر بالنسبه لكم ايه؟ يعني والله غريبه، الصفر عندهم حاجه يا جماعه غيرنا خالص. يعني احنا اللي عارفين الصفر ده صفر صفر، انت كحيان معكش جنيه وهتبدا وتجتهد ورزق على الله. لكن صفر بتاع مليون دولار دوت بدايه، وصفر بتاع يعني حوالي نص مليار، يعني دي حاجة مش طبيعية يعني بصراحة. يعني صفر يعني يا جماعة. لا وقيس على كده بقى أغلبية يعني تقريبا 90 95% إذا ما كانش 99% من رجال الأعمال بدأ من الصفر. بدأ من الصفر دي هو اصلا مولود فوقه معلقه ذهب، يعني هتلاقي مثلا باباه عنده شركات بس هو حب ينفصل فخد له جزء من الفلوس فراح لوحده عمل شركه فنجحت طبعا لان هو علاقاته معروفه ومسمع والكلام دوت. فيعني الصفر ده يا جماعه ده صفر بعد المليون عندهم، يعني صفر بعد مليون ملايين. هم تقريبا فاهمين الصفر غلط، فاهمين الصفر بعد رقم كبير. احنا الصفر بتاعنا حاجه تانية يعني بصراحه. تبدا من الصفر ايه يا عم؟ انتوا ايه مفتريين انتوا علينا؟ انتوا مين انتوا؟ ما تركزوا وعقلوا الكلام. تبداوا من الصفر. صفر ايه؟ انتوا بتضحكوا على الناس يعني، والناس راحه جايه ترند ومش عارف ايه والتريقه والهزار ومش عارف ايه والصبح كابر سبحان المعز المذل ايه يا عم؟ ده راجل بايع محل ب 350 مليون يا عم، وعنده مزرعه يا عم، وعنده فرع في السعوديه ارحمونا بقى، ارحمونا ارحمونا، احنا تعبنا. الصفر بتاعكوا ده نتمنى نص صفر يعني. سلام.